وفي يوم اختفى ومبقاش يكتب ومبقاش يظهر. ناس قالت انتهى، بس الحقيقة هو كان بيبدأ من جديد. راجع نفسه ورجع بنسخة أعمق وأهدى وأقرب لربنا وأنضج من أي وقت مضى. واللي قليل يعرفوا عنه إنه كان بيرفض الهدايا، وكان ممكن يعتزل الناس بالشهور، وتعرض لفقر شديد آخر حياته، واتمنعت ليه 12 حلقة كاملة من التلفزيون. وكان بيقرأ في اليوم أكتر من 8 ساعات، ويحب الجغرافيا بشكل جنوني، ويقول الأرض كتاب والإنسان صفحة فيه. مصطفى محمود عاش في منطقة محدش قدر يقف فيها. عاش بين العلم والإيمان، وبين العقل والقلب، وبين الأرض والسماء. كان صريح، بيغلط وبيعترف وبيرجع، وده اللي خلاه يدخل للناس من غير استئذان. هو ما اداناش الحقيقة، ادانا طريق ندور فيه. مصطفى محمود ما كانش شيخ ولا داعية، كان واحد بيدور على ربنا بعقله وقلبه وتجربته. واحنا حبيناه عشان كان بيغلط وبيتراجع وبيعترف. حبيناه عشان ما كانش بيقول اتبعوني، كان بيقول دور وابحث واسأل زيي. لو عجبتك الحلقة قولي في الكومنتات احكي يا نونا، وانا هحكي لك عن الراجل اللي وقف بين العلم والإيمان ومحدش عارف يطفي نوره لحد النهارده.